يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ فيديو جديد وتكات جديده وحركات جديده. الفيديوهات دي احنا كنا منزلينها، بس انا عايزه اعرفكم ان كل الحاجات اللي في الفيديو ده حاجات ديكور معموله بالايد، يعني كل الحاجات دي مشغولات يدويه. لباقي بقى المشروع اللي احنا اتفقنا ان احنا هنكمله، ده اللي لسه قدامنا تكات وحركات اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. اي حاجه حابين تعملوها او عايزين تتعرفوا اتعملت ازاي، او الالوان دي جايه منين، او ايه الالوان دي، او ايه النور ده، او بيتجاب منين، او تقدري تصممي الحاجات ديت ازاي، تواصلوا معانا في التعليقات وهنقول لكم كل الحاجات اللي في الفيديو دي. بس ركزوا لان احنا مصورينهم كده هم جنب بعض. ركزوا اي حاجه تشدكم او تعجبكم. يعني السجاده ديت، الحاجات اللي على الحيطه، النور، ال- الترابيزات، الكراسي، اي حاجه تعجبكم حابين تعملوا زيها ابعتوا لنا في التعليقات الحاجه دي اتعملت ازاي، واحنا مش هنبخل عليكم، هنعرفكم اتعملت ازاي من اولها لاخرها. وتكت عشان نكمل المشروع بتاعنا، ولسه والله في حاجات كتير جدا لسه ما شفتهاش ولسه ما وريناها لكوش. هنكمله مع بعض، كلها الوان جميله وحاجات تحفه وحاجات كده هتبهركم، حاجات كده. انتوا عارفين الحاجات اللي بتتعمل بالايد ديت بيبقى لها طعم تاني، ما تلاقيهاش في اي مكان. انتوا فاهمين يعني الابداعات بتاعت الفنان ديت بتبقى ليها جمالها الخاص. يعني انتوا شايفين السجاده تحفه بجد والله العظيم، ما تعرفيش تشتريها من اي مكان وما تلاقيهاش في اي مكان. انتوا فاهمين؟ والحاجات اللي على الحيطه والالوان والديكور، حاجه تريح يعني، حاجه تريحك انت اساسا نفسيا. يعني انت ممكن تصممي اوضه عندك في بيتك بنفس الديكور اللي انت شايفاه ده. اي حاجه تعجبك تعمليها. تابعونا في القناه، واي حاجه محتاجينها تواصلوا معانا واحنا تحت امركم، مش هنبخل عنكم باي حاجه.